أول بسكليتة في التاريخ يبقى خادم للحرمين الشريفين، يقدر يسيطر على مصر والشام والحجاز ويبقى خليفة المسلمين. رحبوا معايا بجلالة السلطان العثماني التركي المعظم السلطان سليم الاول. ابتدينا تدليس بقى. افرض دلوقتي الشيخ عبد الله سمعك، هيزعل جدا لانه على طول كان بيتمنى انه يبقى غلام من غلمان ساداته السلاطين العثمانيين، والسلطان العثماني يصبح ويمسي عليه كده. هنعرف مع بعض ايه قصه الغلمان دي دلوقتي. الموضوع ما بداش عند سليم الاول، لا، الموضوع متوارث من جده وممتد بين السلاطين العثمانيين ولاده واحفاده اللي بعده. فاول حد بدع الزربيح والعك اللي كان بيحصل في البلاط العثماني التركي ده هو السلطان محمد الفاتح اللي فتح قسطنطينيه، واللي هو جد سليم الاول. الحكايه بدات مع السلطان محمد الفاتح لما كان يا مكان كان في اسير حرب صربي كان اسمه رادو الوسيم. رادو ده كان شاب صربي ابيض وملون ومن الحاجات الاوروبي دي، وعاش في البلاط العثماني التركي كاسير حرب. فالسلطان محمد الفاتح كان معجب بيه جدا، وكان بيكتب فيه قصايد شعر كان بيحكي وبيتحاكى عن جماله. بس محمد الفاتح ما كانش مسميه رادو في القصايد اللي كان بيكتبها، علشان عيب السلطان العثماني يطلع منه فعل زي ده، الموضوع هيتسيح. فكان مسميه باسم واحده، كان مسميه افني. وكانوا عايشين قصه حب عظيمه جدا في البلاط العثماني التركي في تبات ونبات، بس من غير ما يخلفوا لا صبيان ولا بنات. والموضوع مع السلطان محمد الفاتح ما وقفش عند رادو الصربي، لا، الموضوع اتطور اكتر من كده. فكان بعد كل حرب مع الاوروبيين كان بينقي من الاسرى الصبيان احلى الصبيان اللي فيهم، وكان بيخليهم خدام عنده في القصر. ولكن بعد فتره السلطان محمد الفاتح بدا يغير عليهم وبدأ يلبسهم نقاب علشان محدش يشوف جمالهم غيره. شفتوا الحمشنة؟ ومن هنا بدأ تقنين ظهور الشبان الخدام الأوروبيين الأمامير الكيوت في البلاط العثماني التركي، واللي وصلوا لذروتهم في عهد السلطان سليم الاول وابنه السلطان سليمان القانوني. سليمان القانوني بتاع مسلسل حريم السلطان وهيام وكده. فالشبان الامامير الكيوت دول اطلق عليهم بعد كده اسم الكوجيك، ومن الوقت ده بقت ليهم وظيفه رسميه في خدمه جلاله السلطان وفي خدمه الجيش العثماني. ويظهر لنا في القرن ال16 و17، يعني في فتره حكم الملك سليم الاول وابنه الملك سليمان القانوني، فن اسمه المنمنمات العثمانية، واللي بتثبت وبتوثق بالصوت وبالصوره. يعني بقى مش مجرد قصايد فيها تغيير اسماء بقى وان انا اقول شعر في بنت بدل الولد، لا، ده بالصوت والصوره اهو يا معلم. بتوضح المنمنمات العثمانيه العط والذي منه مع الغلمان او الكوجيك. وهنلاقي رجال الدوله والطبقه الراقيه والعليا قاعدين في قعده انس، سهر وشرب وطبل وزمر مع الغلمان والكوجيك، والقعده جميله. والغلمان الامامير الكيوت دول لابسين ملابس نسائيه، وهم بقى لابسين الملابس النسائيه دي قاعدين بيرقصوا وبيطروا القعده على رجال الدوله ووزراء السلطان العثماني. وفي اللي منهم المنمنمات دي بتوضح قد ايه هم كانوا قريبين قوي مع رجال الدولة. السلاطين العثمانيين الأتراك بقسوتهم وبتدميرهم للشعوب والحضارات اللي كانوا بيسيطروا عليها كان دايما في المواكب بتاعتهم وفي أي مكان بيروحوه الكوجيك. وبالرغم من ده كان عندهم حرملك في ستات كتير قوي وفي أسيرات بالعبيط، وكانوا متجوزين وكانوا مخلفين عدد كبير من الأطفال. فبالرغم من ده كان ليهم ميول معينة مع الكوجيك، وإن هم مثلا بيعملوا الأفعال دي مع الكوجيك ده ما ينفيش خالص ان هم عادي يتجوزوا ويخلفوا ويدمروا شعوب كامله، مفيش اي مشكله. الميول ملهاش علاقه بالخلفه ولا ليها علاقه بالقسوه. فكان بقى الغلمان دول بيخدموا على الحرملك عشان ما كانش في قلق منهم، وكانوا بيخدموا على رجال الدوله والجيش، وكان ليهم بقى مرتبات، وكانوا عايشين احلى عيشه. فمشكله الدوله العثمانيه او السلاطين العثمانيين ان هم كانوا بيرتدوا عباءه الدين وبيستخدموا الدين للسيطره على الشعوب والسلب ونهب الثقافات والحضارات الخاصه بالشعوب دي، كل ده باسم خليفه المسلمين وحامي حمى الاسلام بس. وكان معكم حراس كابتن مسلم، ويلا اقعدوا بالعافيه.